أهلا بحضراتكم. هل ممكن قطرة العين تقتل؟ ممكن قطرة عين تقتل. ليه؟ عندما يساء استخدامها. وفي قطرات عيون موجودة في مصر ومعروفة ومحدودة العدد، بيكتبها أطباء العيون لإعداد المرضى للفحص وتوسعة الحدقة، بينما يسيء استخدامها بعض المتعاطين وسحبها بالسرنجة وتعاطيها بحقنها في الوريد الفخذي. القطرات دي معروفة، زي المدرابة نص واحد وبلجيكا وسايكلوبلوجيكو، وقطرة حاجة اسمها مدرياسيل شبه العلبة دي كده. الحقيقة الموضوع ده في منتهى الخطورة، لأنه هذه القطرات لما بتتاخد بهذه الجرعات الشديدة وبحقنها، إما لوحدها أو بخلطها بالهيروين، لها أثر سيء جدا على الجسم كله خاصة القلب، وبتسبب حالات وفيات سجلت في روسيا وفي إيطاليا. إنما طبعا في مصر عشان ما فيش إحصاء دقيق، وما فيش بحث في أسباب الوفيات بشكل عام، وعندنا قاعدة بتقول إكرام الميت دفنه، فما فيش إحصاء عندنا في مصر. وبالتالي بنحذر أولياء الأمور إذا لقوا هذه القطرات العين في أدراج مكاتب الأبناء، خاصة ما دون 20 سنة، فدي علامة خطر. لازم نقعد معاهم ونتكلم معاهم ونعرف الحقيقة عشان البداية لعلاجهم. وعلى الزملاء الصيادلة في الصيدليات إنهم ما يصرفوش هذه القطرات إلا بروجيتا من طبيب عيون متخصص، وإذا لاحظوا سلوك غير سوي من طالب هذه القطرات ما يصرفوهاش. إذا قطرة الروجيتات دي اتكررت من نفس الطبيب يرفضوا صرفها، لأنه ممكن يكون بتاجر في هذه الروجيتات، أو ممكن تكون هذه الروجيتات مسروقة أو مطبوعة على الكمبيوتر ويساء استخدامها، وتكون روجيتات بتاريخ حديث. أشكركم وأتمنى يكون قدمنا معلومة سريعة ومفيدة. السلام عليكم ورحمة الله.